تحياتي للجميع. في لقطات معينة كده تحسسك ان ريال مدريد ليه بينجح في عز الضغط الشديد جدا، وفي عز الكلام على ان امبابي مع فينيسيوس الدنيا مش مرتاحة، وفي عز الكلام ان في تنافس بينهم، وفي عز الكلام ان فينيسيوس هو اللي لعب ركلة الجزاء في المباراة الأخيرة. تيجي ركلة جزاء، امبابي مسجل الهدف الاولاني، فينيسيوس يسيب ضربة الجزاء لامبابي علشان امبابي يسجل ويجيب الثنائية وتخف الضغوط جدا. وفي وعي عند فينيسيوس ولاعيبة ريال مدريد ان هم عارفين كويس ان الفرقة متلبشة ومتكلبشة السنة دي عشان امبابي، الضغط كله عليه. فمن مصلحتهم، مصلحة ريال مدريد، ان الضغط ده يتشال من على امبابي. هتبدأ الفرقة تفك، وفعلا النهاردة الفريق كان بدأ يفك. يعني امبابي من الشوط الاولاني بيحاول، مش متكتف زي الماتشين اللي فاتوا، لا بيحاول. المهم والمهم والمهم ان امبابي بدأ يبعد عن مناطق فينيسيوس. وفينيسيوس لما امبابي بيستلم الكرة بيفتح له لعب مرات كتيرة. امبابي كان بيميل على الناحية الشمال وفينيسيوس كان بيدخل في العمق. امبابي كتير كان بالذات الشوط الاول بيميل للناحية اليمين مع رودريجو فالفيردي. فبدأ انشيلوتي يخلي يفتح مساحات للعيبه تبدا تتحرك. شفنا كتير فينيسيوس كان بيميل لان هو يرجع لنص الملعب، فحتى ده خفف الضغط على تشاوميني، وبدأنا نتفرج على كرة كويسه من تشاوميني بدل البدايه السيئه بتاعته. عشان كده النهارده مباراه ريال بيتيس منعرج مهم جدا لريال مدريد هذا الموسم. امبابي هتبدأ تفتح معاه، امبابي لو سجل كمان الماتش الجاي هتبدأ تفتح معاه، وهنتفرج على نسخة مرعبة. ريال مدريد اللي الماتشات اللي جاية دي مش هتكون سهلة، منهم مباراة هتبقى مع اتلتيكو مدريد، هتبقى مباراة من المباريات الصعبة. لكن واضح ان امبابي هيبدأ يفوق. هدفين النهارده لا فارقين قدام فريق عنيد زي ريال بيتيس، مباراة كانت صعبة جدا، لكن في النهاية ريال مدريد النهارده لو تتفرج على جمهور باريس، جمهور ريال مدريد وفي الملعب وهو مبسوط وفرحان بامبابي، تعرف قد ايه ان هم نفسهم ان امبابي ينجح، لان هو ده رهانهم ورهان فلورنتينو بيريز. فالنهارده بدايه مميزه جدا لامبابي، وهدفين ممكن يغيروا مسار القصه تماما مع ريال مدريد هذا الموسم.